اياك في يوم من الايام تجيب معلقه من عندك في البيت وتحطها فوق شمعه مولعه تحت اي ظرف من الظروف، ولا اياك تجرب اللي بقول لك عليه ده. طبعا سيادتك لما بتيجي تحط المعلقه على الشمعه هتلاقيها بتسود زي ما انت شايف كده، هتقول لي عادي يا شارع العلوم، ما اي حاجه هتسود بسبب النار، لكن ده مش معناها حبيبي ان المعلقه بتبوظ او ان المعدن بيتغير، لا ده هباب الشمعه اللي طالع بسبب حرقها اللي حجمه صغير جدا 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 هيبتدي ان هو يتكون فوق المعلقه عشان يبقى لونها اسود زي ما انتم شايفين كده. تقول لي يا عنان ده يا عنان ايه التجارب اللي بتعملها في شارع العلوم؟ ما احنا عارفين لو حطيت معلقه فوق الشمعه هتسود، يعني ايه اللي انت جاي تقوله لي؟ لا اللي جاي اقوله لك مش كده خالص، اللي جاي اقوله لك ان المعلقه بتاعت سيادتك بعد ما تكون اتعرضت للشمعه بتاعتها لو جيت تحط عليها اي نقطه ميه مش هتصدق اللي هيحصل، المعلقه هتبقى كارهه للميه تماما، لكن في نفس الوقت هتلاقيها بدأت تغير من اللون وتسيب اثار عندي على المعلقه، لان الهباب بتاعها هيبتدي ان هو يروح، وهتلاقيه المعلقه بدأت ترجع لطبيعتها تاني، واي نقطه هتنزل في نفس المكان هتلاقيها ثبتت تاني، فهتحول المعلقه بتاعتك ان هي تكون ضد الميه، بس للاسف هتبوظ منك بسرعه، فلا منك خليت المعلقه تاكل بيها ولا منك معلقتك بقت ضد الميه على طول. عرفت ليه بقول لك اياك تعمل كده؟